قرر وليد الركراكي أن يمنح الفرصة الأخيرة للاعبين إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد وأمين عدلي لاعب باير ليفركوزن للتحديد فيما يتعلق بالمنتخب المغربي أو المنتخب الذي سيقرران اللاعبين له مستقبلا. وأبلغ الناخب الوطني الثنائي المذكور أن نافذة الفيفا مقررة في شهر شتنبر ستكون حاسمة لاختيار اللاعبين الذين سيكون استدعاؤهم لكأس أفريقيا إذ قرر اللعب للمغرب، مما يعني أنه يجب عليهما اتخاذ قرارهما النهائي في فترة زمنية محددة. وبذل مندوب الجامعة في فرنسا وإسبانيا جهود مكثفة في التواصل مع محيط وعائلة إبراهيم دياز وأمين عدلي لإقناعهما بتمثيل المنتخب، علما أنهما لم يقررا بعد أي منتخب سيمثلانه رسميا بالرغم من حملهما قميص المنتخب الوطني لفرنسا وإسبانيا في فئات الشباب. ومن جانب آخر سيواجه المنتخب المغربي منتخب بوركينا فاسو وديا في 12 شتنبر في مدينة لانس الفرنسية، ومن ثم سيواجه منتخب ليبيريا في 17 من شتنبر في المغرب ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أفريقيا. يتواصل الحديث حول مستقبل الدولي المغربي حكيم زيات لاعب تشيلسي الإنجليزي خلال فترة انتقالات، وفي ظل عدم الحصول على فرصة كبيرة في تشكيل فريقه الحالي بدأت تظهر تقارير تشير إلى اهتمام أحد الأندية بالتعاقد معه. ووفقا لتقارير صحفية سعودية فقد تم وضع حكيم زيات ضمن قائمة اهتمام إدارة نادي الشباب السعودي، ويبدو أن النادي السعودي يسعى لتعزيز صفوفه بصانع ألعاب مغربي بارع، وذلك استعدادا للموسم الرياضي القادم. وتعد هذه التطورات مفاجئة لمحبي حكيم زيات الذين كانوا يأملون انتقاله إلى نادي النصر، لكن يبدو أن الشباب قد أظهر اهتمام بالتعاقد مع اللاعب المذكور. تجدر الإشارة إلى أن عقد حكيم زيات مع تشيلسي الإنجليزي ممتد حتى صيف 2025، مما يعني أن أي صفقة قادمة قد تكون تحتاج إلى مفاوضات جادة بين الأندية المعنية وتشيلسي نفسها. ومن الجدير بالذكر أن حكيم زيات انضم إلى تشيلسي في صيف 2020 قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي، حيث كان يعتبر أحد أبرز النجوم في الدوري الهولندي والمشارك في مسيرة الفريق التي وصلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018-2019. وعلى الرغم من المهارات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها زيات إلا أنه لم يحظى بالكثير من الفرص في تشيلسي، وقد تكون فرصة انتقال إلى فريق سعودي جديد فرصة له للحصول على المزيد من الدقائق للعب وإظهار إمكانياته. وبالطبع يبقى مستقبل حكيم زيات غير مؤكد حتى الآن، ومن المهم متابعة الأخبار والتطورات في فترة انتقالات صيفية لمعرفة القرارات النهائية بشأن مستقبله الرياضي. يتجه المهاجم المغربي يوسف النصيري الذي يلعب لنادي إشبيلية الإسباني نحو الرحيل عن فريقه في فترة انتقالات صيفية الحالية، حيث تلقى عروض من عدة أندية ترغب في الاستفادة من خدماته. وتتطابق رغبة الأندية المهتمة بالتعاقد مع النصيري مع طموح مسؤولي إشبيلية الذين يسعوا إلى وضعهم المالي وتحسينه. ومن بين الأندية التي ترغب في ضم النصيري نادي الهلال السعودي الذي يتقدم بعرض بقيمة 45 مليون يورو لإشبيلية، ومن المتوقع أن يحصل النصيري على 15 مليون يورو في كل من الثلاث مواسم التي سيوقعها مع النادي السعودي تحت قيادة المدرب خورخي خيسوس. ويأتي هذا العرض بعد فشل الهلال في ضم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من نادي فولهام الإنجليزي. واصل منتخب المغرب إبهار العالم في مختلف فئات والأعمار السنية خلال العام الجاري، وخاصة فيما يتعلق بمنتخب السيدات في كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا. ويشارك منتخب المغرب للسيدات في النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للسيدات ليسجل أول مشاركة عربية في المونديال على مدار التاريخ. وواصل سيدات المنتخب المغربي تحقيق التاريخ والأحداث البارزة خلال
مشاركتهن في البطولة، ورغم الظهور في مباراتين فقط حتى الآن في دوري المجموعات ومنها الآتي: نجح المغرب في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وكان فوز سيدات أسود الأطلس هو أول انتصار عربي في كأس العالم، ودخلت اللاعبة ابتسام جويدي التاريخ بعدما أحرزت أول هدف بأقدام عربية في مونديال السيدات. ومن جهة أخرى ظهرت نهيلة بنزينة لاعبة منتخب المغرب مرتدية الحجاب لتصبح أول سيدة محجبة في تاريخ كأس العالم وتحظى بإشادة عالمية. ولعل الصدفة ابتسمت للاعبة المنتخب والتي شاركت في المونديال بعد سنوات من إلغاء حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم للحجاب من الملاعب، والذي منع ظهور الزي الإسلامي حتى عام 2014 الماضي عندما قرر فيفا إجراء التعديل على قوانينه.